السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الوصفه اللي هي العسل. نوجد معكم العسل بطريقتي اللي كيجي زوين بزاف وكيصبر وكيبقى مده طويله، ما كيرجعش سنيده وما كيتحجرش، خصوصا اننا مقبلين على شهر شعبان ورمضان ان شاء الله. بالنسبه للطريقه ديالي غادي ناخذ 2 كيلو ديال سنيده، كل كيلو كندير معاه 4 كيسان ديال الماء ونحطها فوق نار مهيله. انا كنت ديجا من قبل عبر الماء. نقدروا نستعملوا القالب ديال 2 كيلو اولا حتى الباكيه الصفراء اللي كنعمروا بها اتاي، ماشي مشكل حتى هي كيصدق بها. المهم اهم حاجه هي اننا نكونوا ناقصين البوطه، ما نجهدوش عليه البوطه باش يطيب على خاطرو، حيت كل ما طاب على المهل كيتحمر وكيطيب مزيان وما كيرجعش سنيده. الا جهدنا البوطه دغيا كيتحرك العسل، داكشي ملي كدوز مده قصيره كيولي يبان لنا انه ولا سنيده في القرعه. نحرك مزيان كيف ما قلت لكم، كل كيلو ديال سنيده كندير معاه 4 الكيسان ديال الماء، يعني هاد الباكيه ديال 2 كيلو ديال سنيده اللي كنستعمل درت معاها 8 الكيسان. نحرك مزيان باش نعاون السكر يذوب، ونزيد عليهم واحد الحامضه اللي مقطعه على 4. تقدروا تزيدوا واحد الكمبوسه ديال اتاي بالنسبه للي كيبغي، مي انا ما كنحتاجش نزيد معاه حتى شي حاجه، كندير معاه الحامض وكيجي زوين بزاف. وعن تجربه، وهذه الطريقه القديمه ديال الوالده، يعني من شحال من عام وهي كديرها مني كنت صغيره وانا عاقله عليها كطيب العسل بهذه الطريقه هذه، وكان كيجي ناجح بزاف. من بعد ما خليته فوق البوطه على نار مهيله ولا لي بهذا الشكل، وباش تعرفوا العسل انه واش طاب ولا لا من الحامض، ملي كتبان لكم الحامضه فحال هكاك ولا حمراء وخدات لون بني، هنا كنعرفوا بان العسل ديالنا راه طاب. انا صافي دابا هذا هو اللي بغيت يوصل ليه. ومن الاحسن البنات انكم طيبوا العسل في وقت ديال الصباح فاش كتكونوا كوزينه كتشقاو، باش تبقاو واقفين حدا وتردوا لي البال وتبقاو تحركوا فيه. انا من قبل دابا كنت دايره الماء يطيب باش نبقى نزيد فيه الماء باش نتحكم في الدرجه ديال الخطوريه ديال العسل ديالي. كيف ما كتشوفوا دابا تقريبا غادي نزيد واحد الكاس ديال الماء وغادي نحرك مزيان. ملي تبغيو تزيدوا الماء طيب ردوا البال غير بشويه وبعدوا عاد باش تخويو الماء. حركوا مزيان، نحركوا مزيان حتى يتخلط مع داك الماء اللي زدنا مزيان. شفتوا البنات اللون ديال الحامض كيفاش ولا كيولي بني غامق؟ هنا كنعرفوا بان العسل ديالنا راه طايب مزيان وطايب على خاطرو. دابا غادي نجيب واحد الطبسيل باش نشوف واش الخطوريه ديال العسل هي هذيك اولا مازال خاصو الماء، يعني عاود ما نخليه حتى يبرد ويقصى هذا باش يبان لي قاصح ونرجع نشعل عليه البوطه سخون عاد باش نزيد عليه الماء. هاد الطريقه هذه كتوفر عليك هذا الوقت كامل، يعني هو باقي سخون كتعرفيه واش خاتر اولا خفيف. حطيت معلقه غير، هو ردوا البال البنات حيت كيكون باقي سخون، وكيف ما كتعرفوا العسل كيشد سخونيه بزاف. نبردوه شويه بالمعلقه عاد باش نقيسوه بايدينا ونشوفوه واش عاقد اولا خفيف. انايا هنايا البنات لقيته مازال ثقيل هكا، يعني العسل ملي كيكون هكا راه كيهرس لينا الحلوه الا درناها فيه، وحتى الدهين ما كيصلحش. دونك غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، غادي نزيد تقريبا واحد كاس لاروب، وديما بقاو تزيدوا غير بكاس لاروب، كاس لاروب تقريبا، ما تزيدوش بزاف باش ما يوليش خفيف عاوتاني اكثر من القياس. كما كتشوفوا دابا انا زدت الماء وكنحرك، فيما نبغي نزيد الماء نبقى نحرك باش يتخلط العسل مزيان مع الماء. وعاوتاني نفس الطريقه غادي ندير، غادي ناخذ المعلقه وغادي نهز شويه ديال العسل ونحطه في الجنب ديال الطبسيل ونخليه حتى يبرد، عاد باش نقيسو بصبعي ونشوفوا واش عاوتاني خفيف اولا باقي عاقد. وديما البنات ردوا البال حيت راه العسل كيكون سخون بزاف. بردوه مزيان قبل ما تقيسوه. شفتوا الاول كيفاش ولا رجع قاصح، من برد رجع قاصح، يعني كان مازال خاصو الماء. نشوفوا هنايا هنا مازال دابا ولا شويه بدا كيخفاف شويه. غادي نزيد عاوتاني واحد شويه ديال الماء، دابا تقريبا غادي نزيد غير واحد نص كاس بركه، حيت انا هاد العسل محتاجه الحلوه، يعني غادي نبغي نطفي فيه الحلوه اللي ان شاء الله غادي نشاركها معكم. وعاوتاني غادي ندير نفس الطريقه، ناخذ معلقه او نحط شويه في جنب ديال الطبسيل ونشوف
نبردو شويه عاد باش نقيسو صبعي ونشوفوا واش برك عليه اولا عاود نزيدو الماء. هنا البنات انا صافي بركه وصل لديك المرحله اللي بغيت ديال الختوريه. صافي بركه عليه، ما بقيتش غادي نزيدو عاودو عاوتاني الماء. في النهايه العسل ديالنا كيجي بحال هكا، كيجي عسل زوين بزاف، شاد اللون زوين وخاتر وكيصدق وناجح 100%. تبعوا غير الخطوات كيف ما قلت لكم. كنتمنى ان الوصفه ديالي ما تكون عجباتكم. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومونتير ولي جيم ديالكم، وشكرا بزاف.